السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الأفاضل، أخواتي الفضليات، بلا شك كلنا كنعرفوا البقدونس، ولكن القليل اللي كيعرف الفوائد ديال هذه النبتة العجيبة. وأي مطبخ مغربي كيتوفر على هذه النبتة هذه، وهي بمثابة كنز صحي، وله فوائد علاجية كثيرة مثل أمراض القلب، الكلاوي، الجهاز الهضمي. باش نطوش على خوتي، طريقة سهلة، طريقة سهلة جدا. ناخذ قبطة نغسلوها مزيان مزيان حتى نقيو من الأطربة اللي فيها أو تكون فيها شي حشرة أو إلى آخره، ثم نقطعوها على 4 ونوضعوها في الخلاط الكهربائي. وما فيها باس نزيدو عليها واحد الحامضة، نعصرو عليها حامضة، واللي عندك الماء المعدني يكون من الأحسن، أو يكون مغلي، ما تديرش الماء ديال الروبيني. ثم نخلطوا هاد الخليط هذا مزيان. ناخذ صفاية العين ديالو يكون رقاق، ونصفي هذا الخليط هذا في كأس كبير ديال الماء اللي كنشربوا فيه الماء. ومن الأحسن تشربوا على الريق، تكون معدة خاوية في الصباح، ما فيها باس نشربوا في الصباح على الريق، ثم تدوز 3 السوايع ونفطروا. وباش ننظم المدة ندير أنا أسبوع. والله العظيم سترى عجبا. اش خاسر ندير هذه التجربه هذه كيف جربت انا، يعني تاخذت معي، والحمد لله. يعني لقيت في هذه التجربه هذه لقيت فيها واحد الخير كثير على الجسم ديالي. انا ما نقولش بارطاجي او دير رجيم او دير الى اخره. انا نقول لك جرب اسبوع، لقيتي شي تغيير بارطاجي معي الفيديو باش ياخذوا الناس هذه الفائده هذه، والدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.